في هذا الفيديو سنعرض لكم أسيست رياض محرز اليوم، حيث خطف قائد المنتخب الجزائري الأضواء في الربع ساعة الأخير من المواجهة بين الأهلي والخلود، وأكد مرة أخرى أنه منقذ الأهلي دائماً، خاصة في الأوقات الصعبة. شاهد معنا التمريرة الحاسمة. وقبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وسجل إيفان توني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 74 بعد استغلال تمريرة عرضية من رياض محرز مرت على الجميع قبل أن تصطدم بتوني وتعانق الشباك. محرز قدم أدواراً دفاعية وهجومية في مواجهة الخلود، وكانت أرقامه جيدة بدليل حصوله على تنقيط رائع فاق 8 من 10 كواحد من أفضل اللاعبين في المباراة. وقفز الفوز بالأهلي إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة، محتلاً المركز 13 في ترتيب دوري روشن. في الختام، ما رأيكم في أداء رياض محرز بعد العودة من بطولة كأس إفريقيا؟ شاركونا آرائكم في التعليقات.